بقول لك ايه يا جوز خالتي، نعم. دعواتك بقى للناس المحترمه اللي معايا على القناه، لان هم كلك ناس محترمين، سواء رجاله سواء حريم، كلهم ناس محترمه. انا عارفه ان دعوتك ربنا بيحبك ودعوتك بتستجاب. دعوتك الله. للناس المحترمه اللي انتوا معايا. ناس محترمين وعايزينكم تنونا معانا كده. محمد معاكم اهي. طبعا والله بتربى في ايتام وربنا يكرم برضه وشجعنا بكل. طبعا يا جماعه جوز خالتي بيقول بتربي في ايتام، لان انا طبعا متجوزه بركات. اخو علي جوزي الله يرحمه، يعني بركات دي اخو جوزي الله يرحمه، ومعايا ايتام من علي الله يرحمه، وعلي دي يبقى جوز خالتي عبد الله يبقى جوز خالتي. وطبعا هي ما بتسيبناش في كل حاجه، تلاقيها في الخروم، في البطاطس، في البصل، في كل حاجه، شجعنا بكل حاجه. بس والنبي ما رؤى منكم ان انتوا بس توصوا بقى شويه، اللي تقدروا عليه اعملوه لكم. اسمعوا كلام جوز خالتي وحطوا لايك وشير. طبعا جوز خالتي بيقول لكم ام محمد بتربي في يتامى، انا طبعا بربي في يتامى، ما بقولش حاجه. علي بقى الله يرحمه كان اخو بركات.